بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنعمل لازانيا، مكرونه لازانيا. الصينيه دي الاطفال كلها بيحبوها ما شاء الله، بتبقى حلوه جدا. بتبقى زي بديل كده المكرونه البشاميل، بس يعني ايه، المكرونه بقى بتبقى اللي هي اللازانيا اللي هي دي، اللي هي المكرونه دي. طبعا انا جايبه نوع لمتنا، في بقى الملكه موجود، وفيه انواع تانية برضو، بس بتبقى اعلى شويه في السعر. انا بجيب الملكه او لمتنا من ساعه ما نزلوا السوق، اسعارهم كويسه ومعقوله في المتناول يعني. هي بتبقى اللازانيا طبعا كلنا عارفينها طبعا، بس انا اول مره هجرب نوع لمتنا ده ان شاء الله. ماشي، فانا بعصج اللحمه، كلنا طبعا ما شاء الله شاطرين جدا في تعصيج اللحمه. انا عصقتها عادي خالص مفيش مشكله. وهعمل البشاميل وهعمل صوص الصلصه، وهنرجع سوا نشتغل فيها. بص البشاميل، هات البشاميل لوحده، هات البشاميل لوحده. ابتدي وانت شغال. هنكمل اللازانيا دي، اللحمه المفرومه اللي قلنا عليها. ده البشاميل بتاع اللازانيا هبقى اوريهولكوا برضو مره. بيبقى يعني مش تقيل قوي، بيبقى خفيف كده شبه الكريمي، يعني بيبقى خفيف شويه. فانا بحط في الصينيه زي البشاميل بقى، بتحطي مثلا حاجه صغيره كده في فرشه الصينيه، لا انا بحط شويه كويسين، لاني ببدا اوزع اللازانيا، بحطها كده. انا برص كده، وببتدي برضو املى الفراغات دي كده. بحط شوية على كل طبقة، شوية من اللحمة المفرومة، وشوية من الصوص الأحمر، وشوية من البشاميل. وبتبقى نظام رقات بقى، يعني ادي راق. طبعا انا بخلي الحاجة طرية، يعني الصوص الأحمر بخليه، الصلصة الحمراء دي بخليها طرية مش تقيلة. بخلي البشاميل برضو خفيف مش تقيل، علشان هو ده اللي هيسوي اصلا المكرونة، يعني هو ده اللي هيسوي المكرونة. بروح حتى برضو، طبعا حطيتها بالعرض المرة اللي بالطول كده، انا هحطها بالعرض المرة دي، هتبقى حاطة على قدها كده بالظبط. وهنا برضو كده بالظبط، وبروح مكملة برضو الصف عادي جدا، مفيش مشكلة كده. صوص احمر الطبقة دي، بروح حاطة بشاميل. هو ده يا جماعة اللي بيخلي المكرونة تستوي معايا يعني. بروح حاطة طبقة لحمة مفرومة، حط لحمة مفرومة بقى زي ما انت عايزة، ده على حسب رغبتك. في ناس بتحب لحمتها كتيرة، لحمتها بسيطة، يعني على حسب رغبتك يعني. كده انا حطيت الطبقات، بقت الطبقات بتاعت اللازانيا، وحطيت اخر طبقة البشاميل. عندي بقى شوية جبن كده، بيبقوا من الجبن بروح مفرزاها. تمام، انا مبحبش الفلفل، في جبنه رومي بقى على جبنه شيدر، شويه حاجات كده، فبروح حطها اهيت. هحطها كده وهزقها في الفرن، واوريها لكم ان شاء الله بعد ما تطلع. صراحه بيبقى طعمها حلو، والاولاد كلها بيحبوها. اما تعمليها هتلاقي ان الاولاد كلها بيحبوها.
بألف هنا وشفا. ادي اللازانيا بعد ما طلعت جميلة ما شاء الله، بألف هنا وشفا. تبرد بس شوية وبعدين نقطع، وبألف هنا وشفا اللي ياكل. بصراحة بتبقى تحفة تحفة تحفة، شكلها حلو قوي. الجبن بقى اللي على الوش ما شاء الله سايحة وجميلة. بألف